السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شاعر إبراهيم قاسم جنون من قناة الكلمة الحرة. سيداتي سادتي، وكما هو معلوم لقد ترأس صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وسدد خطاه يوم أمس الجمعة، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي إسماعيل. وكما قلت مساء أمس الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 24 لوفاة فقيد الأمة العظيم الملك الحسن الثاني طيب الله تراه وأسكنه فسيح جناته. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداحا نبوية. وبهذه المناسبة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي إسماعيل بزيارة لضريح الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه والترحم على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد الله الملك الحسن الثاني بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وبأن يمطر شأبيب رحمته وغفرانه على الملك محمد الخامس أبو الأمة المغربية ومحررها طيب الله تراهم جميعا ونور ضريحهم. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين صاحب الجلالة حفظه الله ونصره بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأن يسد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة السيد أخنوش ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبهذه المناسبة سيداتي سادتي، وتخليدا لذكرى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه، فسأجول بكم في بعض حواراته رحمة الله عليه ومن كتاب ذاكرة ملك، والتي من خلالها سنسلط الضوء على بعض من نبوغه وذكائه وحنكته السياسية وحكمته في إدارة العديد من الملفات والأزمات التي صادفت المملكة والعالم في عهده رحمة الله تعالى عليه، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. فنادرا ما يتحدث ملك أو زعيم أو حاكم بهذا الوضوح وبهذه الصراحة التي كان معروفا بها الملك الراحل الحسن الثاني. وأما الأكثر ندرة فهو ذلك الشمول في ثنايا كتاب يعتبر غير عادي لملك غير عادي في زمن غير عادي، وصراحته التي حيرت العالم وجعلته يحترمه وينبهر به. لم يكن العهد الذي حكم فيه الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه، ولم يكن هو كذلك مجرد قائد سياسي ورجل دولة من الطراز الرفيع، بل كان أيضا يتمتع بثقافة واسعة وبإسهامات شخصية في هذا المجال جعلته من قادة العالم النادرين الذين تركوا بصماتهم واضحة من خلال خطبه التي تميزت بالفصاحة والتفاعل مع كل مناحي الفكر سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وعبر بعض المؤلفات من بينها كتاب التحدي وذاكرة ملك. ويظل الكتاب الأخير الذي صدر في الأصل باللغة الفرنسية بوصفه حوارا مطولا مع إريك لورون أحد الصحفيين الفرنسيين البارزين مصدر دعوة متجددة للقراءة والتأمل في ثنايا الأفكار والرؤى الثقافية التي تعانق مجالات متنوعة لتخترق مسافات زمنية وتعرض وقائع مكثفة مرتكزة على حقائق معاشة فهذا الكتاب الذي يأتي بعد كتاب التحدي الذي ألفه الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه يندرج ضمن ثقافة سياسية مكتوبة ما زالت نادرة في العالم الثالث يبلورها صانع القرار من خلال مساهمتهم المباشرة وشهاداتهم في بعض القضايا التي كانوا صانعيها أو شاهدي إثباتها. وأمام كثافة وتراء المجالات والقضايا المطروحة تتنوع الزوايا التي من خلالها يمكن الإطلالة على هذا الكتاب، ومن ثم فإن هذه المحاولة تتوسم استشفاف بعض العناصر الكفيلة برصد تصور الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه لمجال الممارسة الخارجية، وتنبني شرعية هذه المقاربة على مسوغين. يكمن الأول في محتوى الكتاب نفسه الذي تضمن 9 فصول من بين 19 فصلا لقضايا تهم المحيط الخارجي للمملكة المغربية دون تجاهل الإشارات المرتبطة بهذا المجال والتي تضمنتها الفصول الأخرى المتعلقة بالقضايا الداخلية، وهو أمر يؤكده بشكل لا رجعة فيه التداخل العميق بين ما هو داخلي وما هو خارجي. أما المسوغ الثاني فهو موضوعي يرتبط بتجربة الملك الراحل الطويلة والعريقة في ميدان السياسة والممارسة الخارجية، حيث أن ذاكرته بدأت تتفاعل مع هذا الحقل الواسع وهو ما زال شابا يافعا لم يتجاوز 14 سنة عندما تم لقاء أنفا في الدار البيضاء في فبراير 1943، والذي حضر في خضمه مأدبة عشاء إلى جانب والده الملك الراحل أبو الأمة محمد الخامس طيب الله ثراه. شارك فيها الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، فهو إذن حضور واع ونشيط وفاعل يمتد عبر 50 سنة سعى من خلالها بشغف وحماسة إلى إبداع خط سياسي للدبلوماسية المغربية بدأه منذ تسلمه للسلطة في سنة 1961 بنهج أسلوب متميز خاص به. وفي هذا السياق يشير الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى القرارات المهمة التي اتخذها والتي لا تشكل امتدادا لسياسة والده الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراهما، وتتعلق بالسياسة الخارجية، حيث بدأ ينهج سلوكا مستقلا عن بعض مواقف الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط صفحة 43. وقد تبلور ذلك في مشاركته في أول مؤتمر لقمة دول عدم الانحياز الذي انعقد في بلغراد، والذي طالب فيه بضرورة التفريق بين عدم الانحياز وعدم الالتزام، كما جاء ذلك في الصفحة المذكورة: إنني ملتزم نحو عدد، على لسان صاحب الجلالة طيب الله ثراه، إنني ملتزم نحو عدد من الشركاء، لكن إلى الحد الذي لا يمس سيادتي وينقص حريتي في الاختيار. وأنا إذا تجاوزت حرية اختياري وفرضت على نفسي مواقف البلدان التي أنا ملتزم معها فإنني أؤول إلى الانحياز. انطلاقا من هذه المركزية التي تحتلها الممارسة الخارجية في فكر وممارسة الملك الراحل الحسن الثاني، يتحتم علينا تحديد محددات تصوره للممارسة الخارجية، وهي في اعتقادي تتكثف في خطين أساسيين مترابطين هما الواقعية والحوار،
اللذان طبعا الدبلوماسية المغربية في تصورها ومعالجتها للقضايا الخارجية بطابع الاعتدال والواقعية. الواقعية المتفتحة بالرغم من شيوع مفهوم الواقعية وسيادته في العلاقات الدولية وفي التحليل السياسي منذ المؤرخ الإغريقي توسيديد، وانتهاء بالواقعيين المعاصرين وعلى رأسهم ماكس فيبر، فإنه لا ينم عن تصور وحيد للأشياء، فكثيرا ما ارتبط هذا المفهوم عند المهتمين بعامل وحيد أو مفتاح، كما هو الأمر عند رائد الواقعية الأمريكي هانس مورجنتاو الذي يربط الواقعية بالمصلحة. بيد أن الواقعية التي نستنتجها من خلال كتاب ذاكرة ملك تعبر عن تصور منفتح يدمج في ثناياه مجموعة من المعطيات تستقطب موقع وتراث ومصالح المملكة المغربية، كونها تأخذ بعين الاعتبار المعطى الجغرافي، حيثما فتئ الملك الراحل الحسن الثاني في حياته يذكر بمقولة مؤسس ألمانيا بيسمارك الذي اعتبر أن الجغرافيا هي العنصر الثابت في السياسة. وهذه الحقيقة تعني أنه إذا كان من الممكن تغيير باقي المعطيات، فإنه من الصعب المساس بالعنصر الجغرافي الذي يفرض على الدولة أوضاعا معينة من بينها الإنسان، فلا يمكن أن يختار الجيران، بل إن الجغرافيا هي التي تحدد ذلك. ومن هذا المنطلق يقول الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه، وفي الصفحة 83: ليس بإمكان تغيير موقع كل من المغرب والجزائر، ويجب أن يتذكر المغاربة والجزائريون دائما أنهم لن يقدروا على تغيير موقع بلديهما، وفي الوقت نفسه فإن التباعد الجغرافي يحول دون خلق مباشرة في وضعية طرف آخر، وهو ما يفسر حسب نظره رحمة الله عليه إخفاق المحاولات التي تمت من هذا الطرف أو ذاك. وإذا كان الواقع الجغرافي بهذا العناد فإنه صفحة 88: وإذا كان هذا الواقع الجغرافي بهذا العناد فإنه من الحكمة العمل على التعايش مع الجيران وتفضيل الطرق السلمية لحل الخلافات معهم، كما تجلى ذلك في التعامل مع النزاع الجزائري المغربي في سنة 1963. سيداتي سادتي، ويبدو واضحا أن الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه عن حق أن من الخطأ المراهنة على مشاكل الجيران لتحقيق الامتيازات. لقد اعتقدت دائما أنه ليست لي أي مصلحة في أن يصاب جيراني بالحمى، كما أنه ليس من مصلحتهم أن يصاب المغرب بمرض. صفحة 8. سيداتي سادتي، نكتفي بهذا القدر، ورحم الله الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، وأسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والرسل والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، وحفظ الله جلالة الملك محمد السادس ونصره نصرا عزيزا. وإلى حلقة أخرى من حلقات الكلمة الحرة. كان معكم شاعر إبراهيم قاسم جنون في حلقة من حلقات الكلمة الحرة.